السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأول، نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة ليصلكم كل جديد. وأيضا عطروا فمكم بالصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم فايق وسيف زاهر يؤكد انفرادنا ويعلن عن مفاجآت بالجملة داخل القلعة الحمراء بعد توقيع النادي الأهلي مع صفقة الموسم. صفقة المهاجم جاكسون موليكا ورحيل ديانج من النادي الأهلي. وأيضا الكلام عن توقيع تريزيجيه واقترابه بشدة للنادي الأهلي. مفاجآت بالجملة. نشوف إبراهيم فايق وسيف زاهر يقولوا إيه؟ أكمل معنا الفيديو للنهاية. شوية حاجات أقولها لحضراتكم مهمة. صفقة المهاجم هتحتاج أكيد، لو أنت بتفكر دلوقتي والناس عينيها على تركيا وعينيها على القيد اللي مفتوح وعينيها بسبب طبعا الزلزال وما سببه من توقف للنشاط الكروي في تركيا واستثناء الناس في تركيا في المسألة دي، فجمهور الأهلي عينه راحت على تركيا مباشرة وعلى بشكتاش تحديدا علشان موليكا. طيب، بادئ ذي بدء عشان حضرتك تكون في الصورة. موليكا عشان يجي لازم لعيب من النادي الأهلي يمشي، فهيقول لك اديني بقية عقدي، مش هقول لك حاجة تانية غير كده. هو ايه اللي يخليه أصلا يمشي؟ اديني بقية عقدي. فلا هو هيوافق وهيطالبك ببقية العقد، وده هيبقى رقم كبير فأكيد أنت مش هتديهوله يعني. وفي نفس الوقت أنت هتخسره من كل النواحي، يعني حتى لو أنت هتعتمد عليه في ماتش من الماتشات لأسباب ليها علاقة بالاحتياج الفني، طالما هو موجود وطالما هو بياخد فلوس فأكيد أنت هتحتاجه في وقت من الأوقات، فأنت بتخسره خالص. فما اظنش ان النادي الاهلي هيفكر التفكير ده. بس انا مش بدافع عن اداره الاهلي، بس انا بشرح لك هم شايفينها ازاي، شايفينها من انهي ناحيه. خلاص، دي واحده. الثانيه، خلاص كده برونو سافيو هيبقى موجود. طب هيجيبه ازاي؟ الحاله الوحيده هي الفرضيه اللي موجوده دلوقتي والخبر المتعلق بان هناك رغبه من نادي بشكتاش بالحصول على خدمات ديانج. بشكتاش في اتصال هاتفي مع الناس في الاهلي كان بيستعرض فكره الحصول على خدمات اليو ديانج. الاهلي طول الوقت كان عايز موليكا، بس هم هناك ما كانوش بيتكلموا على ديانج، ما كانوش بيتكلموا في تركيا على ديانج. فتعالوا نشرح لحضراتكم الموقف على الشاشه بالكامل عشان نقول لكم القصه عامله ازاي. مسؤولي النادي الاهلي تلقوا اتصالات من بشكتاش للحصول على جهود اليو ديانج بعد مد القيد في تركيا حتى الخامس من شهر مارس المقبل. ماشي كده؟ وفرق ما بين الاتصالات واستطلاع الراي والعرض والفاكس الرسمي. طلبت اداره الاهلي اتمام الصفقه في الصيف مع تحديد القيمه مع تحديد الاهلي لقيمه 7 مليون دولار حد ادنى لاتمام الصفقه. يعني لو كده ديانج فالتفكير هيبقى مع نهايه الموسم في الصيف يعني ب7 مليون دولار كده. لكنه هيبقى في باب مفتوح، هيفضل في باب مفتوح ما بين الاهلي وما بين بشكتاش طالما انت عايز حاجه وانا عايز حاجه. طالما انت عايز حاجه وانا عايز حاجه. هل في متغيرات كتير ممكن تحصل؟ احنا بنتكلم دلوقتي في شهر 2 يا عالم بكره ايه اللي بيحصل، فما بالك ولسه في شهور. فاللي احنا بنقوله النهارده لا ينطبق الا على النهارده، ممكن متغيراته اسرع بكتير من تخيلاتك. يعني ممكن تلاقي الكلام ده كله لا الاهلي يجي في وقت من الاوقات ديانج السبعه اللي هو كان بيفكر فيه يجي له اكتر يقول لك لا مش عايز. ديانج يقول لك مش عايز اروح اي حاجه من الحاجات، اي متغير من المتغيرات اللي انت ما تكونش في بالك. او الاهلي يتمسك بديانج ويمشي لعيب اجنبي مع نهايه الموسم يكون خلص ويعرف يوصل لشكل ما فيمشي ويجيب الصفقه بتاعت موليكا على طول كاش او يدفعها وياخدها، فيبقى عنده ده وعنده ديانج. كل دي متغيرات، ولكن انا بشرح لحضرتك الخبر اللي هو بيبقى ابن النهارده. النادي الاهلي دخل في مفاوضات سريه جاده مع تريزيجيه، وهناك كلام جدي جدا مع تريزيجيه. النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب يسعى الفتره القادمه، وقلت لحضراتكم قبل كده في لعيب او 2 لعيبه كبار هيكونوا موجودين في الانتقالات القادمه. تريزيجيه ممكن يكون في مرحله جس النبض حاليا، ولكن هو على رادار النادي الاهلي بشكل كبير، وفي مفاوضات مفتوحه، وفي لاعب خلص بالفعل. السنه الجايه النادي الاهلي هيكون فيه مهاجم قوي. السنه الجايه النادي الاهلي هيكون فيه مهاجم قوي. الامور هتكون مختلفه السنه اللي جايه. ده ما يخص اخبار النادي الاهلي.